مين فيكم بيحب العرق سوس؟ ما فيش حد بيحب العرق سوس. بس والله في ناس كتير بتحبه يا جماعة، والله ومفيد جدا على فكرة، مفيد للضغط واطي. هاتي بقى حبة عرق سوس كده من عند العطار، بيبقوا زي شكله زي التبن كده، لا مؤاخذة يعني. بس شيل بقى منه اي حاجة كده مش عاجباكي، وحطي نص معلقة بيكنج صودا صغيرة، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. تمام، ونسم ويعني بالمية كده، نسميه كده بالمية، مش تغرقيه مية. يعني كل عرق سوساية لازم تتبل مية، ما تغرقهوش زي ما انت شايفة كده، هيبقى بالشكل ده. تمام، بس انت هتكوني في الوقت ده مسخنه فرن البوتاجاز يعني 3 4 دقايق كده، وطفياه وتقومي مغطيه البوله كده وحطاه. بس نص ساعه ساعه بالكتير، وهتجيبي الحته اللي انت اصلا بتعملي فيها العرق سوس، يعني مكانها عرق سوس قبل كده، وهتنزلي بقى بعشب العرق سوس دوت. على فكره حلو قوي يا جماعه، والسكر اللي فيه رباني كده، سبحانك يا رب، سبحانك والله العظيم. العشبة دي بالذات الواحد بيشوفها بيستعجب بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فاعملي بقى كده، حطي في الحتة ديت واربطيها، وهاتي بقى شفشة مية ساقعة كده و... وحطها في قلبها. انا كنت مسقعة المية ديت علشان خاطر تبقى ساقعة كده ومشبرة كده وحلو. شايفة؟ يعني هو اصلا هيخرط بقى شوية كده، هتلاقيها ساعة بس كده، وهتلاقي اللون خرط بقى وملى وغرق الدنيا. شايفة؟ ما انا بس كده، بس لسه بهز بس كده الشفشق لونه اهو بعد ساعة. شايفة شكله بقى عامل ازاي؟ تحفة يا جماعة. فرغيه بقى كده صبيه في الكاسات بتاعتك الجميلة. تمام، وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين.